السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه ديال الكيكه اليوميه بالحامض اللي كتجي فعلا رائعه بواحد الشكل زوين بزاف والكريمه هائله. نتمنى تنال الاستحسان ديالكم. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي 5 ديال البيضات، 5 نتمجارين، شوية نتمجحت، كاس سكر، كاس الزيت، كاس السكر، كاس نتمجحت، لاغوم ديال السيترون، ملعقة ديال الزبدة، واحد الياغورت ديال المذاق ديال الحامض، وهاد لي فروي كونفي بمذاق الحامض، والطحين على حسب الخليط، و15 غرام ديال هاد لوفور شيميك في واحد الخلاط كهربائي اولا في غوبو. غادي ندير جميع المكونات. ذني تتك 5 تمجارين، السكر، ذا الزيت، شويه نتمجحت لتحسين الذوق، لاغوم دو سيترون وغاومشا قم يجن العصير الحامض مرا وغاومشا قم فانيليا، يعني على حسب الاختيار. انيغ يوغورت نينيغ ياغورت. ومن بعد نبقى نزيد الطحين على حسب القوام. الكيكه ديالي ما كتجيش قاصحه وما كتجيش خفيفه، غادي تشوفوا القوام اللي غنتحصلوا عليه. غادي نزيد 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وهاد لي فروي كونفي بمذاق الحامض. الا عندكم ديروهم، ما عندكمش ديروا غير البشر ديال الحامض، ولا ديروا المذاق اللي كيعجب لكم. بالنسبه لهاد الكيكه غادي نستعمل هاد بابلي كيك اولا هاد لومول ديال البيض اولا بابلي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا صيفطته لي اختي من المغرب، صراحه فعلا رائع جدا. هاد لي مول ديال الجرانيت صراحه زوينين بزاف، الاشكال ديالهم رائعين وما كيلصقوش. دهنته بالزبده باش هكذا نضمن انه ما يلتصقش مع شي شويه ديال الطحين. صافي ندخلو للفرن ونستناو حتى يطيب. ذوين تاع البسكوتشين من بعد ما صفو خذي زكفارا خزنت ما جديد 16 خوصو ساقا خذي زي لو مولني. من بعد اث غادي يصمد هنايا. خرجت الكيكه ديالي وغادي ندوزو لتحضير الكريمه اولا الطبقه الثانيه. عندي 700 مليلتر من الحليب، 5 المعالق ديال النشا اولا المايزينا، 5 المعالق ديال السكر، واحد علبه من الياغورت بمذاق الحامض، ذوق الحامض، وعندي هذاك كيسو فريسكو اولا الجبن الطبيعي، اللي الدهن اولا يمكن لكم تستعملوا هذوك مربعات او مثلثات. صافي كندير المكونات على الناشف وكنديرو في كاسرونه حتى تبدا تعقد ليا الكريمه. هنايا صافي من بعد ما بدات تعقد ليا الكريمه كنطفي على الكاسرونه، سخسي ميو كاسرو اني مذيسه قدو حتى يوغورت ثاني مذيس ازين نتقدو حتى نكيسو كريمه. صافي تخلط مليح مليح غاد ضمنغ انه كل شيء تجانس، كل شيء يخلط مليح. فذا انت خصك انت تيرين تسريعين باش وهذاك نتبو تعقد الكريمه نيا. ذا انت لو مولني من بعد ما كسير زيت بسكوتشو اكسير دانيتا وشطرو الشي خاص شويه نزجت نشغاري وانت نسبراي كني نتزما تدهن تغاس الزجت باش مو كريمه ني دغيا هذيك خميني غثازق، يعني خميني غتصمد الكيكه كنت دغيا. هذا لومول من الاحسن انكم تدهنوه بالزيت باش ديروا فيه هذه الكريمه باش ما تلتصقش لكم وكتسهل عليكم عمليه من بعد ما كتبرد. صافي توزع الكريمه النيخ الجوانب كلشي باش تورانت كيدي. وهنايا غادي ناخذ الكيكه دانت الكسير بسكوت نينو ماش تورانت كيدي. انا غادي نديرو على الوجه ديالو الفوقاني بحال هكذا كيف ما موضح عندكم في الفيديو باش يجي ليا بابلي من الفوق ومن التحت. ولكم كامل الحريه والاختيار، يعني انا كنهضر على الناس اللي عندهم هاد اللومول باش يجي لهم هاد الشكل زوين. صافي نشد قخطم موس الشكل ماش تورانت كيدي باش هادي ستيبولاتي نسنج هاد سواداي. وتعباز خاص ضروري انكم تكيو عليهم على الجوانب حتى تخرج ديك الكريمه باش هكذا تعرفوا انه الكريمه موزعه بشكل جيد على لومول كامل. صافي هنايا غادي نستمر هكذا وغادي نغلفو بفيلم اليمونتير. غادي نخليه حتى يدفى جيدا عاد ندخلو للثلاجه. يمكن لكم تستناو غير 2 سوايع غير 2 ساعات تيري يوجد، ولكن نشكي خص تشيرد ارميتي وشنس توغاري جاهز. صافي ندخلوه للثلاجه ونتلاقاو ان شاء الله اننا نديموليه وتشوفوا الشكل النهائي. صافي اذا انت تسير فغني بلا مش داك 2 ساعات تجي تكمل نشكي تجير الصراحه غنميتيو الشنس داموليغ. فانت كستو كسير ديجن السنية نغنيت الريفوندا وذا يدثو سيشا فكسير الثانيتا
وصافي الديمولا يجن السرعة فائقة وناجحة 100%. وغاك تمينزي غاثقذن وأكتر يما رد دهن النت خزانت الشكل نسمي جديد تاس فعلا رائع. وزين نخمو شوية نرقشة وقشان الليمون باش تورن تكيذي باش يشمو لا توشني أن الكيكة ديال الحامض. وصافي هذا هو الشكل النهائي. هنا كنصور لكم البيت ديال الصديقه ديالي وكي شويه من الوريقات ديال النعناع. وهنايا صورتني بنت صديقتي اللي كنشكرها كنقولها رميسه شكرا، هي اللي صورتني واخا جا الفيديو شي شويه مقلوب ولكن ماشي مشكل. وغادي نقطع واحد المغصو باش تشوفوا كيفاش كتجي فعلا رائع جدا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، نتمنى غادهم يعجب الفيديو وتشارك نتاق الاحباب الاصدقاء نكن خذ يقيم الى ذاك انتيني غدمتم في رعايه الله وحفظه الى فيديو ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه وتنتشا دائما وابدا. تهلاو في راسكم وبارطاجيو باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من الجيمات واللايكات والمشاهده لما لا. وشكرا على المتابعه. مع السلامه. باي باي. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفاك طول